محتارة اعمل ايه اكل النهاردة. محتارة جاية من الشغل تعبانة، عايزة اكلة سهلة وسريعة وكمان ما تكلفنيش كتير. النهاردة يا حبايبي هعمل اكلة حلوة وجميلة وخفيفة من غير تسبيك، من غير اي حاجة، ني في ني وبطريقة حلوة هتعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما نبتدي طبعا هنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا هنا يا حبيبتي جبت وركين فراخ، غسلتهم ونقعتهم في الدقيق والليمون والملح وظبطتهم وشطفتهم، وجيت بقى قطعت كل ورك على 2، قسمت كل ورك على 2 زي ما انت شايفة كده. وبعد كده يا قلبي مسكت بقى شقيت الفراخ بالسكينة عشان خاطر يعني ايه تتشرب من الخليط اللي انا هعمله. هجيب بقى الخضار، انا كنت جايبه كوسه وفلفل كوبي وجزر وبطاطس قطعتها حلقات، وزي ما انتوا شايفين كده مسكت كل الخضار قطعته. الاكل النهارده ني في ني، الدنيا حر ومش عايزه اي مسبكات، وعايزه اكله سريعه. انا جايه تعبانه من الشغل وعايزه اعمل اكله سريعه ما تاخدش مني مجهود ولا وقت. قطعت كل الخضار زي ما انتوا شايفين كده حتت، يعني ما لا تبقى رفيعة ولا تخينة عشان ما تاخدش سوا، تبقى سواها سوا الفراخ. تقطيع سريع كده، ما خدش مني اي حاجة، ما خدش مني اي مجهود، زي ما انتوا شايفين تقطع بسرعة. وهكون بردك محضرة طماطم وبصل وقرنين فلفل حامي، والفلفل الحامي بقى هنا حسب الرغبة. يعني انا بحب الاكل حرش. مسكت البصل زي ما انتوا شايفين كده، قطعته طرنشات، والطماطم بردك قطعتها حلقات. يعني هما 4 طماطمات بالظبط اللي انا استخدمتهم، وبصلتين وقرنين الفلفل. عايزه اقول لكم اكله سريعه سريعه. وجبت اللي انا قطعته ده، حطيت معلقه صلصه وقلبتهم كلهم في قلب بعضهم. هحضر البهارات، عباره عن فلفل اسمر وحبهان وجوز الطيب ورق لورا بهار فراخ، ملح، يعني بهارية حسب ما انت عايزة تحطي لها مرقية كمان حطي، ده حاجة ترجعلك يعني. وقلبت كله في قلب بعض، وجبت بقى الفراخ طبعا تكون متصفية من المية كويس جدا، وهقلبها مع الخليط ده. هكون محضرة لها بردك راس توم صغيرة، التوم مقطعة حلقات. التوم هنا بيديها نكهة حلوة قوي قوي قوي. هكون هنا بقى يا حبيبتي خلاص كده هبتدي بقى اخد الفراخ مرة تانية بعد ما قلبتها في الخليط ده، وزي ما انتوا شايفين كده اتشربت من الخليط اللي انا عملته. هشيله على جنب كده لغاية بقى ما احط بقية الخضار اللي انا كنت مقطعه. هقلبه بقى كله مع بعضه. دي اسهل اكلة بالنسبة لي لما ببقى جاية تعبانة من الشغل، واعملها ما بتاخدش مني وقت خالص. حضرت حزمة بقدونس كده قطعتها بردك عليها. وهجيب بقى حبايب الصينية، وهنزل بكل اللي انا قطعته وخلطته مع بعضه ده. هنزل في الصينية. ما تنسيش بقى بشرة جوز الطيب كده زي ما قلتلك تظبطيها، والبهارات تظبطيها. حطيت هنا عليها الفراخ بقى بعد ما رصيتها في الصينية. خلاص كده جهزتها عشان خاطر ادخلها في الفرن. بس هحط لها الزيت الاول على الفراخ عشان تحمر لي الوش بتاع الفراخ. وكمان هحضر لها زي نص كوباية مية برضو، هحط لها نص كوباية مية او ربع كمان، لان الفراخ هتنزل مية والكوسة والطماطم والبصل، فربع كوباية مية كفاية.
وكده خلاص هدخلها في الفرن بقى. هحطها شوية تحت في أرضية الفرن، وبعد كده على الرف على درجة حرارة 200. طلعتها وزي ما انتوا شايفين كده تحفة تحفة تحفة، زي ما انتوا شايفين كل حاجة مستوية. البطاطس طلع زبدة، الفراخ استوت، حبة رز أبيض عملتهم جنبهم، وكمان بقى الطبق الجميل ده الطماطم بالثوم روعة. عايزة اقول لكم الطبق ده تحفة، بيأكل ما شاء الله. اهو يا حبايبي الرز والطماطم والفراخ والبطاطس، الف هنا وشفا يا حبايبي. بجد اكلة سريعة وحلوة، وما شاء الله فضل كمان معايا لليوم التاني يعني. اكلة مش مكلفة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.